وبيبدأ فيلمنا النهارده بسوزان اللي بتجهز لحفل جوازها على حبيبها ديريك، وبتحلم انها بكره في نفس الميعاد هتكون في باريس. لكن فجأة بتسمع صوت غريب وبتلاقي نيزك نازل من السما ناحيتها، وبتجري وهي خايفة منه وبيقع النيزك قريب منها. وبعدها بتلاقيها امها وبتاخدها علشان تنضف لها الفستان، وبتدخل مكان الفرح وبيشيل حبيبها الطرحة من على وشها، بس بيلاقيها بتنور وتطلع اشعاع بلون اخضر. وفجأة حجمها بيكبر جدا وبتتحول لعملاق وسط ذهول كل الناس، وبيجري كلهم وهم خايفين منها. وبتيجي الشرطة علشان تقبض عليها وبينجحوا فعلا، ولما بتفوق بتلاقي نفسها محبوسة وسط وحوش تانيين محبوسين معاها، فبتخاف منهم وبتحاول تخرج وتخبط على الباب علشان حد يفتح لها. فبيدخل لها الضابط المسؤول عن المكان وبيدخل الوحوش التانية أماكنهم، وهو بيقول لها تروح معاه، وبيبدأ يشرح لها إن من سنة 1950 والناس قرروا إن هما ما يقبلوش وجود الوحوش ما بينهم، فالحكومة قررت إن هي تحبسهم في مكان بعيد عن الناس وتقنع الناس إن الوحوش مجرد أساطير، وهي بتقول إن هي شخص عادي ومش وحش علشان يحبسوها هنا، وإن هي استحالة تأذي أي حد. ولما بتسأله إن هي هتفضل هنا قد إيه فهو بيقول لها إنه ما يعرفش، وبتطلب منه ان هي تتواصل مع اهلها، بس هو بيقول لها ان ده ممنوع، وان اصلا محدش يعرف مكانك لان المكان ده سري جدا. وبتزعل جدا وبتقول له ان هي عايزه ترجع لاهلها، بس بيقول لها ان ده مستحيل وهي هتبقى تتعود على المكان بعد كده. وهنا بيظهر فضائي وهو متضايق جدا علشان النيزك بتاعه وقع، وبيأمر اللي معاه ان هم يجيبوا النيزك اللي على كوكب الارض دون باي ثمن، وبيبعت واحد من اقوى اتباعه الفضائيين للارض. ومكان ما بينزل الكائن ده بيحاول الجيش ان هو يدمره، بس الجيش بيفشل، وبيعملوا اجتماع علشان يلاقوا حل للكارثه اللي حصلت دي، بس مفيش حل مقنع. لغاية لما بيدخل عليهم الضابط المسؤول عن سجن الوحوش، وبيقول لهم ان هو عنده خطة، والاسلحة التقليدية مش هتأثر في الوحش اللي جاي ده، وكمان الاسلحة النووية خطر على البشر والحل الوحيد في الوحوش. وبيقول لهم على السجن السري، وبيوريهم صورة الوحوش وبيشرح لهم هم بقوا كده ازاي. واول صورة بتكون لانسكتو اللي الاشعاع النووي يحوله من يرقة لوحش طوله 350 متر، ولينك رجل سمكة متجمد العلماء لقوه من زمان، ودكتور بوك اللي اخترع جهاز تحول البشر لصرصار، وكان هو اول واحد يجرب الجهاز على نفسه، وبوج اللي هو كان عبارة عن حباية طماطم بس اتحولت لكائن هلامي ضخم غير قابل للتدمير. وطبعا اللي احنا عارفينها سوزان اللي بتشع طاقة لها قدرة عالية جدا على التدمير. وبيوافق الرئيس على اقتراحه علشان يواجهوا الكائن الفضائي، وبيروح الضابط للوحوش وبيقول لهم انه مطلوب منهم ان هم يقضوا على الكائن الفضائي ده، في المقابل هياخدوا حريتهم مرة تانية. فطبعا بيوافقوا وبيفرحوا لان كل واحد فيهم هيرجع لحياته الطبيعية. وبيبدأ الجيش في ان هو يخلي المناطق القريبة من وجود الكائن الفضائي، وبيوصلوا الوحوش هناك بطيارة، ولما بيوصلوا عنده بيكون الضابط معاهم ويقول لهم ان هو ده الكائن الفضائي، بس اول ما بيشوفوه بيخافوا وبينسحبوا. وبتروح سوزان على المدينة، والكائن الفضائي بيشوفها وبيكتشف طاقة النيزك اللي خارجة منها، وبيعرف ان طاقة النيزك اتحولت جواها وبيفضل يطاردها، بس هي بتستخدم العربيات علشان تكون اسرع منه وبتجري على المنطقة اللي فيها الناس. وبيحصل تصادم بينهم وبين العربيات، وبتحاول سوزان ان هي تنقذ الناس من الكائن الفضائي، بس هو بيهاجمها. وهنا بيتدخل انسكتو وينقذها، بس بيهاجمها كائن فضائي تاني، وبتكتشف ان هي قوية جدا، وبيساعدها اللي معاها في مقاومة الوحش الفضائي. وبيدخل دكتور كوك الوحدة المركزية للكائن الفضائي في الوقت اللي كان زمايله بيشيلوا الحواجز علشان الناس تعرف تهرب بالعربيات بتاعتها. وبتقدر سوزان بعد لما تكتشف قوتها انها توقعه والجسر يقع عليه ويهزموه. وبيشوف قائد الفضائيين اللي حصل، وبيأمر اللي معاه ان هم يبعتوا كائن فضائي تاني، بس لما بيفهم ان سوزان اقوى منهم بيقرر ان هو يروح بنفسه للارض. في الوقت اللي سوزان واللي معاها كانوا فرحانين ان هم هزموا الكائن الفضائي لانهم كده هيتحرروا من السجن، لينك بيقول لسوزان انت هترجعي ازاي لحياتك الطبيعيه وانت بالحجم ده، وهي بتقول له ان حبيبها اكيد مش هيسيبها وان هو هيدور على علاج ليها، واكيد مش هتفضل عملاقه كده. وبيدخل الضابط وبيقول لسوزان اتصل باهلها وقال لهم ان هي هتروح لهم، وكمان قال للشرطه محدش يهاجمها. وبتروح سوزان لاهلها وتاخد اصحابها الوحوش معاها علشان تعرفهم على اهلها، وبتقابل ابوها وامها وبتعرفهم على اصحابها الوحوش، وبتسالهم عن حبيبها فبيقولوا لها ان هو في الشغل، وهي بترفض ان هي تحتفل برجوعها من غيره. وبتروح لحبيبها في الشغل وبتكون فرحانه ان هي هتشوفه تاني، ولما بتلاقيه متفاجئ بيها وبشكلها بتقوله ان هما لازم يدوروا على حل علشان ترجع لحجمها الطبيعي تاني. بس هو بيقول لها انه مش هيضحي ولا بشغله ولا بحياته، ولا هيقدر يعيش معاها وهي بالشكل ده. وطبعا سوزان بتزعل من كلامه ورد فعله وبتمشي وتسيبه. وبيجي لها اصحابها الوحوش وبتقول لهم ان حبيبها خذلها وتخلى عنها علشان حياته، لكن بتقول انا كمان ليا حياتي، وان هم وحوش بس هم مميزين وكل واحد فيهم عنده حاجه مش عند حد تاني. بس فجاه بيجي قائد الفضائيين وبيخطف سوزان وبيحاول ينسكته ان هو ينقذها، لكن القائد بيضربه ويقتله وبياخد سوزان، وبتفوت سوزان على السفينه. ولما بتلاقي القائد بتساله هو عايز منها ايه، وهو بيقول لها انها خدت منه حاجه بتاعته وهو لازم يستردها تاني. وهي طبعا ما بتبقاش فاهمه وبتقول له انا خدت منك ايه، فبيقول لها ان القوه اللي جواكي دي بتاعتي انا. لكن سوزان بتقدر ان هي تهاجمه وهو بيهرب، وبتجري وراه ويوقعها في مكان لانتزاع الطاقه، وبياخد منها الطاقه فعلا وترجع تاني سوزان لحجمها الطبيعي. وبيقول لها ان هو دلوقتي خد الطاقه وهيدمر الكوكب كله، وهي بتقول له ان الناس دي كلها ملهاش ذنب. وبيعمل استنساخ لنفسه وبيعمل جيش كامل على نفس شكله علشان يحارب كوكب الارض.
وبيخرج للناس في بث مباشر ويقول لهم ان هو هيقتلهم كلهم علشان يبدأ كوكب جديد على نظافة. وبيقرر وحوش اصحاب سوزان ان هم يرجعوها وينتقموا من صاحبهم اللي قتله. وبيجي لهم الضابط بالطياره وبيدخلوا جوه السفينه وبيكتشفوا ان سوزان خلاص ما بقتش عملاقه زي ما كانت، وعلشان الوحوش يدخلوا بيتنكروا ويلبسوا لبس الجيش الفضائي وبيضحكوا على الحارس وبياخدوا سوزان. وبعدها دكتور كوك بيقول لهم ان الطريقه الوحيده لانقاذ الارض ان هم يدمروا السفينه قبل ما توصل للارض، وعلشان يعملوا كده محتاجين يوصلوا لصمام الطاقه الرئيسي بتاع السفينه. وبمنتهى السهوله بيسالوا واحد من الجيش على اساس ان هم كمان من الجيش، وهو بيوصف لهم الطريق عادي. بس للاسف دكتور كوك بيضرب من السلاح على الحارس بالغلط، فبيشوفوه باقي الجنود وبيعرفوا ان هم مش منهم، وبيديهم القائد امر ان هم يقتلوهم، وبيحصل الهجوم عليهم وبيتقتلوا وبيقدروا يهربوا مع دكتور كوك لمكان الصمام بتاع الطاقه. ودكتور كوك بيقدر يخترق الجهاز الامني للسفينه وبيشغل انذار تدمير ذاتي، وان هو هيخلص بالظبط بعد 6 دقايق بسبب عطل تقني في السفينه. فالقائد بيؤمر السفينه ان هي تنقل الطاقه كلها لمركبه الهروب قبل ما تنفجر، وهو هيروح للسفينه بتاعه الهروب قبل ما السفينه دي كلها تتدمر. وطبعا سوزان والوحوش بيجروا علشان يهربوا قبل ما السفينه تنفجر، بس سوزان بتعدي والباب بيتقفل والوحوش ما بيعرفوش يعدوا، وبيقولوا لها تمشي هي قبل ما السفينه تنفجر، بس هي بترفض وتروح تدور على حاجه تساعدهم بيها. فبيشوفها القائد وبيؤمر واحد ان هو يقتلها، بس سوزان بتعرف تهرب منه وتروح للقائد وتقول له يفتح الابواب علشان اصحابها يخرجوا، وهو بيرفض وبيقول لها ان هي مش هتقدر تعمل معاه حاجه لانها خلاص رجعت لحجمها الطبيعي. وهي بتهدده بالسلاح، فبيقول لها انه مش هيقدر يعمل حاجه لان السفينه على نظام التدمير الآلي. فبتضرب سوزان سفينه الهروب اللي جواها الطاقه اللي كانت عندها وتتحول لعملاق تاني، وبتروح تنقذ اصحابها وبيخرجوا بره السفينه، وبيلحقهم الضابط اللي بيكون لسه عايش، وبتتدمر السفينه والقائد بيموت في الانفجار، وبينزلوا على الارض تاني والناس بتشكرهم على انهم انقذوهم وانقذوا الكوكب من الفضائيين. وخلاص الناس ما عادش يفرق معاهم شكلهم ولا خايفين منهم. وبيجي حبيب سوزان اللي هو طبعا عايز يرجع لها تاني لانها بقت شخصيه مشهوره، بس هي بترفض لان هو اتخلى عنها قبل كده. وبيجي الضابط وبيشكرهم وبيقول لهم ان في مهمه جديده في باريس لازم يروحوها، وسوزان بتفرح جدا لاننا زي ما احنا عارفين في البدايه خالص كان نفسها تروح باريس. وبيركبوا الطياره وبيروحوا يكملوا هناك قصه تانية. بتبدا قصتنا النهارده من كوكب الارض بعد ما اتدمر يا عيني وبقى مليان زبالة وأنقاض المباني اللي اتدمرت. بنشوف ساعتها الريبوت بطل قصتنا واسمه وول إي، كان ريبوت زبال زي ما سمعت كده. مهمته ان هو يجمع الزبالة ويضغطها في مكعب نفايات، بياخد المكعبات اللي هو بيعملها دي وبيقعد يبني بيها. كان في روبوتات تانية زيه بس كانوا بايظين، وهو كان بياخد منهم قطع الغيار علشان هو يقدر يكمل. بالصدفة بيقابل اعلان 3D قديم عن محطة فضاء، والاعلان كان بيدعو الناس ان هم يطلعوا يعيشوا على محطة الفضاء الكبيرة دي ويسيبوا الارض. وفعلا هو ده اللي بيحصل، والارض دلوقتي بقت مهجورة تماما. وول اي كان بيجمع الحاجات اللي بيحس ان هي مهمة وان هو ممكن يستخدمها بعد كده. وفي المكان بتاعه كان بيتفرج على فيلم على التلفزيون وكان عايش حياته على الاخر. بعدها بيدخل يريح شوية وينام، وتاني يوم بيبدأ يوم الصبح بانه يشحن البطاريات بتاعته بالطاقة الشمسية. بيلاقي من ضمن الحاجات اللي هو بيجمعها نبات صغير لسه طالع، فبياخده معاه للبيت. وبيشوف بعدها نور احمر وكان مستغرب منه. بيفضل ماشي وراه لحد ما بيلاقي النور ده بيتجمع في مكان وكان بيحدد منطقة هبوط سفينة فضائية، واللي اول ما وول اي بيشوفها بيجري علشان يستخبى. السفينة بتتفتح وبتنزل منها روبوتة صغيرة بيضة حلوة كده وكان اسمها إيف. وطبعا وول إي كان مراقب كل اللي بيحصل ده. السفينة بتطلع تاني بعد ما نزلت إيف على الأرض، واللي كانت روبوتة متطورة جدا بتطير بسرعة وكمان بتضرب ليزر وبتتشقلب، يعني مش خردة زيه. وول إي كان ماشي وراها وبيراقبها وهي بتعمل شغلها اللي هو ما كانش فاهمه. وزي ما تقول كده إيف كانت دخلت دماغه وعجبته. بيطلع صوت بالغلط وده كان هيبقى السبب في تدميره لما إيف ضربت عليه ليزر. ولما بتحس بول إي تاني بتفضل تضرب عليه طلقات ليزر كتير لحد ما بتقدر ان هي توصل له. لما بتشوفه بتعمل له سكان وبعدها بتسيبه وتمشي علشان تكمل شغلها. كانت عماله تعمل سكان لكل الاماكن والحاجات اللي هي بتشوفها، وواضح ان هي بتدور على حاجه. وول إي كان قاعد يتفرج عليها ومنبهر بيها. في الاخر إيف بتقفل نفسها علشان تنام شويه وهو بيروح يتفرج عليها من قريب. تاني يوم بتصحى وول إي كان عامل مجسم لنفسه قدامها علشان تشوفه اول حاجه لما تصحى، بس هي ما بتشغلش بالها بيه وبرضه بتكمل شغلها. وهي شغاله بتلزق في مغناطيس كبير وما بتعرفش ان هي تحرر نفسها غير لما بتدمر الآلة كلها وتفجرها. بتقعد بعدها وول إي بيروح يتكلم معاها وبيعرف ان اسمها إيف، بس هما بيتكلموا وبتيجي عليهم عاصفة كبيرة. بياخدها وول إي على المكان اللي هو عايش فيه علشان يقعدوا سوا ويستخبوا من العاصفة، وبيقعد يفرجها على اشياء اللي هو مجمعها، وكمان بيفرجها على الفيلم اللي هو بيحبه.
وبيحاول ان هو يعلمها الرقص، بس هي لما بتحب تجرب الرقص كانت هتهد المكان كله عليهم، لحد ما بيوريها الزرعة الصغيرة اللي هو كان لقاها. ساعتها ايف بتتغير وبتطلع صوت غريب وبيتفتح جزء فيها وبتدخل فيه الزرعة الصغيرة اللي وريها لها ديا، وبعد كده بتطفي خالص. وول ما كانش فاهم ايه اللي حصل وكان بيحاول ان هو يصحيها تاني. بيفضل كل يوم ياخدها في الاماكن اللي هو بيروحها، وكمان بيعلق لها انوار وزينة، بس كل ده وهي لسه نايمة زي ما هي ومش راضية تشتغل تاني. لحد ما في يوم بترجع تاني سفينة الفضاء اللي نزلتها، وهو كان شغال في مكعبات الزبالة بتاعته كالعادة. بيشوف ان السفينة اخدت ايف واللي خلاص كان حبها وتعلق بيها. بيفضل يجري ورا السفينة علشان يلحق ايف، وبيقدر ان هو يتعلق في جسم السفينة قبل ما تطير. بيطلع مع السفينة للفضاء الخارجي وبيبقى مبهور بشكل الفضاء. بتوصل السفينة دي لسفينة اكبر واللي كان شافها في الاعلان القديم اللي كان على الارض. بيدخلوا ايف واللي زيها ومعاهم وول السفينة، بس الأول كان لازم يعدوا على مرحلة التطهير من الجراثيم والبكتيريا. بينضفوا إيف الأول واللي كانت اتبهدلت طبعا من قعدتها في الأرض، ولما بيشوفوا وول ما كانوش عارفين ينضفوا فيه إيه أو يبدأوا منين بالظبط لأنه كان خربان خالص. وطبعا بيعرفوا ساعتها إن هو مش واحد منهم وهو بيهرب وهم بيفضلوا يطاردوه. بيلاقي بعدها نفسه في حاجة زي طريق سريع كده، بس كان عبارة عن ناس راكبين كراسي وبيتحركوا بيها. واضح إن من قلة حركة البشر على المكان دون وزنهم زاد جدا. بيفضل ماشي ورا إيف لحد ما بيروح وراها مكتب قائد السفينة اللي هما نقلوها ليه. وكان قائد السفينة دون زي بقية الناس كسول وتخن، واضح ان هو ما بيتحركش من مكانه خالص. بعد جلسة مساج من الروبوتات بيتفاجئ القائد ان ايف رجعت لهم بنبات من على الارض. هو ما كانش عارف يتصرف ازاي في الموقف ده لانه عمره ما عدى عليه قبل كده. بيطلع له ساعتها فيديو لرئيس امريكا من زمان بيقول له ان هما ادام لقيتوا نبات هيطلع لك دلوقتي كتيب هتلاقي فيه بتعمل ايه بالظبط. وفعلا بيطلع كتاب احمر بياخده وول وبيديه للقائد، واللي ما كانش واخد باله من وول بيقرا القائد في الكتاب ان هو لازم يفتح الروبوت ويطلع النبات اللي رجعت بيه. بس لما بيفتحوا ايف ما بيلاقوش جواها حاجه، والقائد ساعتها بيرتاح وبيقول لهم شكلها كده كانت عطلانه ودوها الصيانه. بعدها بياخد باله من وول واللي بيسلم عليه وبيلاقي في ايده تراب. بيحط التراب ده على الجهاز علشان يتحلل وبيلاقي ان هو من تربه الارض، واللي بيعرفوا معلومات كتير عن التربه هناك. بيبعتوا وولي للمغسلة علشان ينضفوه، وهم هناك بيشوف ايف وهم هيعملوا لها الصيانة. كان مفكر ان هم بيعذبوها فبيفضل يقاومهم علشان ينقذها. فعلا بيعرف ان هو يهرب وبيدمر المكان، وكمان بيحرك كل الروبوتات القديمة وبياخد ايف ويهربها. بعدها بيعلنوا في كل السفينة ان الروبوتين دول مطلوب القبض عليهم. ايف بتاخده بسرعة وبتطير بيه وبتروح عند كبسولة فضائية علشان تبعته للارض تاني. وول كان رافض ان هو ينزل تاني وبيفضلوا يتخانقوا شوية. بيشوفوا بعدها روبوت تاني جاب الزرعة اللي كانت معاهم وحطها في كبسولة. وول بيدخل بسرعة علشان يجيبها بس ما بيلحقش والكبسولة بتطير بيه، وكمان كانت مظبوطة على التدمير الذاتي. بس بينجح وول ان هو يهرب منها وبيرجع بطفاية الحريق لإيف، وكمان كان جايب الزرعة معاه. بتفرح إيف قوي ان هو عرف ينقذ الزرعة، وبيرجعوا تاني جوه السفينة وبتقول له خليك انت هنا علشان ما تعملش مصايب تاني، اما انا هاخد الزرعة واروح اسلمها للقائد. وفعلا بتنجح ان هي توصل له وتسلمها له، واللي بيقرر بعدها على طول ان جه الوقت ان هما ينزلوا للارض. بس بيظهر ساعتها اوتو الآلي واللي كان بيتحكم في السفينة، وبيطلع ان هو اللي ما كانش عايزهم يرجعوا للارض تاني لانه شايف ان هو هنا في السفينه هو والروبوتات اللي تحته قادرين يتحكموا في البشر. بيحاول يقنع القائد ان هم على السفينه هنا هيبقوا في امان على طول وان هم يكملوا وما ينزلوش. بس القائد بيقول له ان هو مش عايز ينجو وخلاص، هو عايز يعيش حياته بجد. بتحصل ما بينهم خناقه على الزرع وبتنتهي بان اوتو بيفضي الشحن بتاع وولي وبيرميه هو والنبته وايف في فتحه ضلمه. وكمان بعدها بيحبس القائد بتاع السفينه. بتفوق ايف وبتلاقي ان هم في المكان اللي بيرموا منه الزبالة بتاعتهم. تاخد وولي واللي كانت حالته صعبة خالص والزرعة، وبينضم ليهم الروبوتات القديمة اللي كان حررها علشان يروحوا يوقفوا اوتو الشرير. بتحاول الروبوتات اللي هو بيتحكم فيها ان هي توقفهم، بس ايف بتقدر عليهم. وبيقدر الكابتن ان هو يضحك على اوتو ويخليه ينزل له لتحت، وبيفضل يتخانق معاه تاني. بسبب كده السفينة بتميل في الفضاء جامد والناس بتقع من على الكراسي. ايف بتنقذهم قبل ما المدرج اللي كان هيقع عليهم ده يموتهم، في الوقت اللي وول كان ماسك الجهاز اللي هيحدد حالة الزرعة واذا كان هيرجعوا بسببها للارض ولا لا. وبعد معاناة بيقدر الكابتن ان هو يعطل اوتو والناس بيساعدوهم
يكلمهم ويوصلوا الزرعة لوول اي واللي بيحطها في الجهاز على طول. بيحلل الزرعة وبيدي امر للسفينة بسرعة ان هي ترجع للارض تاني، وبتنزل السفينة الاكسيوم الضخمة دي للارض بعد سنين كتير في الفضاء. بتفتح بوابتها والناس اللي عليها بيشوفوا الارض لاول مرة في حياتهم، وايف بتاخد وول اي وبتروح على مكانه وبتركب له الواح طاقة جديدة بسرعة وبتدخل الشمس علشان تشحنه. بيفوق وول اي بس ذاكرته بتكون اتمسحت، وايف بتحاول ان هي تفكره بيها باي وسيله بكل اللي حصل. في الاخر بعد ما ياسد بتمسك ايده علشان تودعه، وبسبب كده وول اي بيفتكر كل حاجه، وهو شكله ولا كان ناسي ولا حاجه، هو بس كان عايز يمسك ايده. بيبدا البشر بعدها ان هم يزرعوا ويبداوا يعمروا في الارض مره تانية، وبيعيش وول اي وايف والروبوتات القديمه مع بعض في سعاده. فيلمنا النهاردة بيبتدي في أتوبيس المدرسة وهو راجع من رحلة، وبيوصل الطلاب بعد الرحلة عند باب المدرسة، وكل أب وأم مستنيين ولادهم ما عدا طفل اسمه لويس بيروح لوحده للعجلة القديمة بتاعته وعليها كل الشنط. وبيلاقي بياع الايس كريم بيتريق على العجله بتاعته، بس لويس بيقول له ان بكره عيد ميلاده هيجيب عجله جديده. ولما بيوصل لويس البيت بيلاقي باباه نايم والبيت كله مش مترتب، وبيحاول لويس ما يعملش اي ازعاج بس بيقع ويوقع كل الاجهزه على الارض. وبيصحى ابوه من الصوت لكنه مش مهتم برجوع لويس من الرحله، بس كان مبسوط انه صحي علشان يشتغل. وبيرتب لويس البيت وبيلم كتب ابوه اللي بتتكلم عن الفضائيين، وبيعمل تورته عيد ميلاده بنفسه وبيعمل لابوه الفطار. في الوقت اللي باباه كان بيسجل اشارات بالتلسكوب بتاعه بيدخل على لويس ويقول له ان النهارده عيد ميلاده، وان هو عمل كيك في الفرن زي اللي مامته كانت بتعملها له. فبيتجاهل بابا كلامه وبيقول له ان في حياه ذكيه في الفضاء هو بيدرسها وعايز يوصل لها. وبيحكي له ابوه القصه اللي بيحكيها له دايما، وانه شاف كائن فضائي وهو صغير وكان هيخطفه بس هو هرب. وبيحضر لويس الكيكه علشان يحتفلوا سوا، بس بابا بيدخل عليه وهو فرحان جدا باللي وصل ليه، وان هو اخيرا استقبل اشارات من الفضاء. وفجأة بابا بيكلمه وبيشوف من الشباك فضائيين، وبيحذر الناس كلهم في الشارع من وجود فضائيين، بس الناس بتقول عليه مجنون. والجيران بتكلم مكتب الرعاية بتاع الأطفال علشان لويس، وإنه ما ينفعش يفضل عايش مع شخص مجنون زي ده. وهنا بتظهر سفينة فضائية كبيرة عليها مجموعة من الفضائيين، وبيقعدوا يتفرجوا على شكل كوكب الأرض من فوق، وبيشوفوا تلفزيون بيعرض إعلان عن سرير وبيعجبهم وبيقرروا إن هم ينزلوا يشتروه. ولويس بيجيب معاه كيكة المدرسة علشان يدي لزميلته، بس بيرخم عليه واحد زميله وبياكلها منه وبيضربه هو وأصحابه. وناظر المدرسة بيجي ومعاه واحد من رعاية الأطفال، وبيقول للويس إن وصلهم بلاغ من جيرانه إنه عايش مع أب مجنون. ولويس بيحاول يفهمهم إن باباه مش مجنون وكمان هو مش عايز يسيبه، بس هما بيتجاهلوا كلامه وبيقولوا له هم عارفين بيعملوا إيه أكتر منه، وإنه لازم يجيب أبوه علشان يخلصوا الإجراءات. وبيروح لويس لأبوه علشان يقول له على اللي حصل وما ياخدوش لويس منه، بس أبوه بيكون نايم ومش سامعه لغاية لما بيفقد الأمل. لكن فجأة بيسمع صوت إشعار من الجهاز بتاع أبوه، ولما بيفتح الشباك بيلاقي مركبة فضائية طايرة، وبتنزل المركبة الفضائية جنب شجرة قريبة من البيت، وهو بيجري علشان يلحقها ويتأكد من اللي هو شافه. ولما بيوصل بيشوف 3 كائنات فضائية، وبيعرف إن بابا كان عنده حق وما طلعش مجنون زي ما الناس بتقول. وبيتكشف لويس ليهم لما داس على حاجة عملت صوت، وبيفشل إن هو يهرب منهم، وهم كانوا بيطمنوه إنهم مش جايين يأذوه وإنهم جايين بس علشان يشتروا سرير. وبيعرف لويس إن هم مش زي ما كان فاكر مرعوبين وبيخوفوا، وبينصحهم إن هم يخبوا المركبة الفضائية في المخزن علشان الناس ما تشوفهاش. والفضائيين بعدها بيحاولوا يدخلوا بيت جيرانهم وبيحاول يمنعهم بس بيفشل. وبيروح لويس بيتهم علشان يصح ابوه ويعرفه، بس بيتفاجئ برد فعل ابوه وانه عايز يقتلهم بجهاز التبريد. ولويس بيحاول يفهمه ان هو كويسين بس هو مصمم ان هم مؤذيين. وبيلاقوا الجهاز بيعمل جرس اشعارات تاني، فبيجري ورا لويس بسرعه من غير ما ابوه يشوفه ويحاول يوقف الجهاز بس ما بيعرفش، فبيشيله ويخبيه بسرعه في دولاب الصاله. بعدها بيرن تليفون البيت وبيطلع مدير المدرسه بيكلمهم علشان ياكد على الميعاد. ولويس بيحاول يقلد صوت باباه بس المدير بيعرفه ويقول له ان هيجي لهم البيت كمان شويه، ولو لقى اي نوع من انواع الاهمال هتتسحب الوصايه بتاع لويس من باباه. وفي نفس الوقت الفضائيين كانوا في بيت الجيران بيقلبوا في التلفزيون علشان يشوفوا صور اعلان السرير، وبيجي لهم لويس وبيساعدهم يطلبوا اخر قطع، فبيفرحوا جدا وبيعرضوا على لويس ان هم ممكن يعملوا علشانه اي حاجه. فجأة بيسمعوا صوت الباب فبيستخبوا كلهم، وبتدخل الست اللي بتنظف البيت، وبيجي لويس مع الفضائيين اللي عملوا نفسهم اصحاب البيت. ولما بتضرب اللي عمل نفسه الكلب بتاعهم بيرجع لشكله الفضائي فتتخض وبيغمى عليه. وبينزل ابن صاحب البيت علشان خارج مع اصحابه، وبيلاقي لويس ولا الستاره والست اللي بتنظف البيت واقعه على الارض، فبيمسكه وبيحاول يفهم ايه اللي جابه هنا وايه اللي بيحصل. وفجأة ما بيلاقيش الست على الارض، بيلاقي مامته وباباه واقفين وراه فبيتخض. وبياخد واحد من الفضائيين شعره من الست وبيتحول لشكلها، بس الولد بيحس ان في حاجه غريبه فيهم كلهم، واللي على شكل ابوه دوان بياخده يحبسه في اوضته علشان كان عايز يخرج وياخد العربيه، وبعدها بيرجع الفضائيين لشكلهم. ولويس بيخرج بسرعه وبيروح لبيته، والفضائيين بيروحوا وراه وبيحاولوا ان هم يلاقوا فكره علشان يحلوا موضوع ابوه، بس لويس بيفاجئهم ان عنده الحل، وبياخد شعره من شعر باباه وهو نايم وبيشيل يافطه البيت وينقلها لبيت تاني. والفضائيين واحد فيهم بيعمل شكل باباه والاتنين التانيين بيعملوا شكل ناس بتنظف البيت. وبيجي المدير بتاع المدرسه ومعاه ناظر الدار وبيستقبلوهم ويدخلوهم، وهم جوه البيت
بيسمعوا صوت جاي من فوق، فبيقول لهم لويس ان ده صوت المنبه، فبيستغربوا هو ايه اللي بيخليه يرن الظهر، وبيطلعوا اللي على شكل ست الولد اللي فوق ويقولوا له ان هو ما يعملش دوشه، وبيطلبوا يشوفوا اوضه لويس، فبيدور في البيت ويدخل اوضه اخت الولد صاحب البيت. فلما بيشوف لون الاوضه وهدوم البنات بيطلبوا منه يعرفوا ايه اللي بيحصل بالظبط، فبيقول لهم لويس ان اوضته بتتجدد وبينام مع اخته الصغيره، وبيفضل يكذب عليهم لغايه ما تقريبا بيقتنعوا، بس نظر الدار بيفضل عنده شك وبيقرروا ان هم يمشوا دلوقتي. وفجأة وابو لويس نايم بيحلم بالفضائيين بيطاردوه، وبيصحى على دخان الجهاز بتاعه وهو بيتحرك، فبيصرخ وبيقول فضائيين وبيخرج للشارع، فبيشوف الناظر والمدير، وبيهرب لويس والفضائيين ويروحوا عند المدرسة علشان يستخبوا هناك في ممر تحت الأرض، والمدير والناظر بيجروا وراهم لغاية لما لويس واللي معاه بيطلعوا من بلاعة في الشارع، وبيجروا يستخبوا في سوبر ماركت، وهم هناك لويس بيعرض عليهم يروح معاهم، بيوافق اتنين والتالت بيرفض وبيقول له ان يحصل لهم مشكلة لو خدوه، ولويس بيستعطفوا لغاية ما بيوافق. وبيدخل المدير والناظر السوبر ماركت وبيلاقوهم، بس بيهربوا بسرعة منهم ويدخلوا يستخبوا في صالون حريمي، وبيلاقي الفضائيين شعر على الأرض، فبيتحولوا بيه لشكل الناس اللي في الصالون، وبيهربوا علشان يطلعوا بالمركبة الفضائية من الجراج علشان يرجعوا للفضاء، بس المركبة بتطلع بايظة، وبيشوفوا أصحاب لويس ويصوروهم، بس بيكتشفوا إنهم كانوا بيصوروا سيلفي، وبيمشي لويس والفضائيين وبيقول لهم ما تقلقوش، وإن باباه عنده حاجة الفضائيين ممكن تساعدهم، وبيبعتوا إشارات للسفينة الفضائية الأم بتاعتهم علشان يجي ياخدوهم، وبيكتب لويس جواب لأبوه يعرفوا إن في فضائيين وإنه رايح معاهم، وبيوصل الأب للبيت بس مش بيلحق يقرا الجواب لأنه بيسمع صوت في البيت فوق، والفضائيين بيقولوا للويس ان هم لازم يروحوا المكان فاضي علشان السفينه بتاعتهم هتبعت لهم اشاعات هتيجي تاخدهم، ولما بيسمعوا صوت طالع على السلم بيستخبوا كلهم، وبيدخل ابو لويس ومش بيلاقي حد في الاوضه، وبيسمع الباب بيخبط فبينزل يشوف مين، فبيلاقي الست اللي بتنظف بيت الجيران وبتطلب منه مساعدته لان اصحاب البيت ما كانوش بني ادمين عاديين وان هم بيتحولوا لاشكال غريبه. وفي الوقت ده بيهرب لويس واللي معاه وبيركبوا عربيه الجيران بس مش يعرفوا يسوقوها، فبيتنكروا على شكل اصحاب البيت وبيدخلوا على الولد اوضته ويفهموه ان هم هياخدوه في رحله وان هو اللي هيسوق، وبيتفاجئ لويس في العربيه وهم بيقولوا له انه خلاص بقى صاحبهم، وبيرجع اصحاب البيت الحقيقيين وبينادوا على ابنهم علشان يقول لهم ايه اللي بيحصل، وبيرن جرس الباب وبيلاقي ابو لويس قدام الباب ومعاه صحفيين كتير قاعدين يصوروه، وبيقول لهم انه اكتشف حقيقة الجيران وانهم طلعوا فضائيين، وفضل يضرب فيهم علشان يرجعهم لشكلهم الحقيقي، وبيكتشف ان الموضوع طبعا مش صح والصحفيين بيمشوا، وبيجي مدير المدرسة وبيسأل عن لويس، وبيتفاجئوا بواحد من الجيران بيقول لهم انه شافه راكب العربية بس كان مع عيلة الجيران وماشيين، وسمعهم بيقولوا ان هم رايحين على جبل اسمه دراجون، فبيفهموا ان دول الفضائيين الحقيقيين وبيروحوا وراهم بسرعة، وبيقع الجواب من جيب ابو لويس وبيقراه ويكتشف ان ابنه هيسافر معاهم، وفي العربية الولد كان بيسأل ليه في عربية بتطاردنا، فلويس بيقول له ان دول فضائيين وهو مش بيصدق، فبتطلع صاحبة لويس من العربية فجأة تأكد كلامه، وهم ما كانوش عارفين انها ركبت معاهم هي وصاحبتها، والولد ما بيصدقش لحد ما بيشوفهم على شكلهم الحقيقي، وبيوصلوا كلهم في نفس الوقت، وبيتفاجئ اهلهم وهم شايفين السفينة الفضائية في السماء، وبيطلعوا على الجبل عشان يلحقوهم، ولويس بيلحقوا ومعاه سلاح التجميد، لكن لويس بيقول له ان دول صحابه، وكمان بيعاتبه ان هو مش مهتم بيه وانه خلاص هيروح منه هياخدوه دار رعاية، لكن فجأة بيظهر بياع الايس كريم ومعاه سلاح وبيقول لهم ان ناظر الدار ده فضائي، وكمان شغال عند واحد اسمه سيد الجريمة من كوكب اسمه تونتون، وان هو بيمتص دموع الاطفال اللي بتساوي ملايين، وبيعترف لهم ان هو كمان مش بني ادم، وساعتها بيتحول الناظر لوحش كبير، ولويس بيعرف ان ده اسوأ وحش في المجرة كلها، ويفتكر ابو لويس شكلها وان دي اللي كانت بتظهر له في الحلم، وبيحاول لويس ان هو يضربه مسدس التجميد لكنه بيفشل وبيقع، وبيحاول يهرب وبينادي عليه الفضائيين ويتنكروا في شكله علشان يشتتوا الوحش، وبينجح لويس اخيرا ان هو يستخدم المسدس ويضرب الوحش ويجمده، وابوه بيفتخر بيه وبيطلب منه ان هو يسامحه، وبياع الايس كريم بيقول لهم ان هو هياخد الوحش ده علشان يتقدم لمحاكمة ما بين المجرات، وبيوصل مندوب التوصيل اللي جايب لهم السرير اللي بيفرحوا بيه جدا، وبياخدوه وبيمشوا وبيودعوا بعض، ولويس مش بيروح معاهم، وتاني يوم ابوه بيجيب له فعلا عجلة جديدة. وصلت لنهاية فيلمنا، يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا، وعيلة في كلمة ونص هتزيد بيك واحد، وما تنساش تفعل الجرس علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول.